لن ينسانا الله، سيؤتينا من الغيب أحلى، فينسينا ما قاسينا. لن ينسانا الله، لن ينسانا الله، وسيغنينا به عن. السلام عليكم، يسعد لي اوقاتكم. كيفكم بنات؟ شو اخباركم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا جميعكم بالف خير يا رب. اشتقت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد. هذا الفيديو المنتظر يلي كلياتنا عم نستناه، اول حلقة من سلسلة 100 ساعة، هدية مني لأحلى متابعين وأحلى أخوات. الله يقدرني يا رب إنه ساعد الكل، وإن شاء الله كل الصبايا بيستفادوا من هذا الشيء، وكل الصبايا إن شاء الله بقدر إني ساعدهم بشرط الساعات، وإن شاء الله الكل يا رب بيحقق الشروط وبتتفعل قنوات الكل يا رب، والله هيك يرزق الجميع ويرزقني ويرزقكم إن شاء الله أجمعين. هلا فيديو اليوم صبايا رح يكون أول فيديو ضمن مسابقة الساعات 100 ساعة، وكمان رح شارك معكم زيارة أحلى وأغلى أخت عقلبي، أختي من أمي وأبي، وحيدتي وما عندي غيرها، الله يخلي لي إياها يا رب. اليوم إجت لعنا بعد غياب تقريبا شي 7 شهور 8 شهور، زارتنا، فحبيت إني شارك معكم هاي التفاصيل كمان. بتمنى اللي عم تشوفني جديد تعمل لي لايك لهذا الفيديو، كمان تشتركوا كلياتكم، بحبكم كتير. ويلا نبلش بفيديو اليوم. اليوم يوم الحماس والطاقة والفرح، لهيك بلشت نهاري بالعشق يلي هي القهوة. بلشت صباحي بفنجان قهوة هيك مع أمي، الله يخلي لي إياها يا رب. بهذا التوقيت كمان حكينا مع أختي وقالت لنا إنه هلأ هي طالعة، بدها تقريبا لتوصل لعنا 4 أو 5 ساعات، في مسافة لأني طويلة شوي بيناتنا. فلبينا ما تجي إن شاء الله بدنا نقوم هيك نجهز الغداء، لأنه رح يجوا أكيد يعني تعبانين وجوعانين وهيك، ولازم نحتفل فيهم أكيد. فاليوم إن شاء الله رح يكون الغداء من الوجبات يلي أختي كتير بتحبها، وخاصة من تحت إيدين أمي. هلا رح نعمل اليوم بإذن الله ملوخية ورز، وكمان رح نعمل بطاطا بفروج، يعني صينية بطاطا بفروج والتبولة. ما بصير بلاها، انه عن جد امي كتير بتحبها، ونحن كلياتنا يعني بنحبها، يعني فكل وجبة بتشوفوني عاملين جنبها تبولة، لانه عن جد من عشاق التبولة. فبدي اعملكم هيك اليوم التبولة من تحدياتي، بدي تعطوني هيك رأيكم بشكل النهائي. هلا انا اول شيء مثل ما شايفين بفرم الخضرة كلياتها، لما اللي بعملها بدبس رمان ما بحط لها بندورة، اما لما اللي بدي اعملها بدون دبس رمان بحط لها بندورة. واليوم انا رح اعملها بدون البندورة، يعني بدبس رمان وخضرة. حطيت توابل البرغل مثل ما شايفين، طبعا حطيت شوية ملح وحمض، وكمان رشة صغيرة فليفلة، ما كترت لانه ما بناكل حد، وهي الفليفلة شوي حادة. وبعدين نقعت البرغل بمي سخنة وقلبته هيك مثل ما شايفين حتى ينفش مزبوط، من شان نضيفه للخضرة. وبنفس الوقت هون كنا عم نقلي الملوخية، ورق الملوخية. طبعا نحن مثل ما قلت لكم بفيديوهات سابقة انه نحن منعيف الملوخية يابسة ومنقليها، يعني منحمصها وبعدين بنطبخها، بنحط لها يعني طبعا مية الفروج ونطبخ مثل ما شايفين. هلا بعد ما حمصناها ضفنا لها مية الفروج وكمان الملح، ومنعيفها هيك على النار تغلي لحتى تستوي، لحتى الورقة تصير طرية يعني. وهون كنا مثل ما شايفين سالقين الفروج، بدي اقعد هلا هيك فت الفروج مشان نحطه للملوخية، وبنفس الوقت حاطة التبولة قدامي عم بستنى البرغل لحتى يصير حتى تبلن. وهلأ هون صارت الملوخية عندي جاهزة، استوت مزبوط، ونزلت الفروج مثل ما شايفين. اختي كتير بتحب هالأكلة. طبعا نحن بنعرف انه رح تكون مبسوطة كتير فيها لما اللي رح تجي ان شاء الله توصل بالسلامة، بتعرف انه عاملين ملوخية كتير رح تفرح. وهلأ هون الصبايا عم جهز لحتى اطبخ الرز، حمصت الشعرية كمان، وهذا شكل الملوخية النهائي بعد ما صارت جاهزة وطفينا تحتها. وهلأ هون البرغل كمان صار عندي جاهز، تبلت التبولة
ومثل ما شايفين عم بحط الدبس الرمان، وصارت عندي التبولة جاهزة، وعم بستنى هلأ الرز لحتى يستوي مزبوط. وتقريبا اختي صارت على وصولها. الله هيك يا رب يجمعكم بكل احباب قلبكم يا رب، وكل مغترب هيك بيرجع على اهله، ويا رب هيك ما بيضل يعني تنغيصة بقلب حدا يا رب. لن ينسانا الله، سيؤتينا من الغيب أحلى، فينسينا ما قاسينا. لن ينسانا الله، لن ينسانا الله، وسيغنينا به عن سواه، فلا نطلب إلا إياه. لن ينسانا الله، لا ينسانا الله، ستحط قلوب وجباه على أرضه شوقا وصلاة. لا ينسانا الله، لا ومثل ما شايفين صبايا هلأ صارت سفرتنا جاهزة، والحمد لله رب العالمين. اختي وصلت كمان بخير وسلامة الحمد لله. كتير كتير مبسوطين فيها، وهيك إن شاء الله بتجي هيك وبتسكن جنبنا وبننبسط فيها أكتر وأكتر يا رب. عملت لكم هيك كم لقطة إخراجية على قولة المخرجين. إن شاء الله هيك يعجبكم التصوير. هلأ للصراحة أنا لسه لهلأ ما صورت بالستاند. إن شاء الله الفيديو يلي بعد هذا رح هيك ركبه، لأنه صراحة ما عرفت إني ركبه، وما حدا منكم كتب لي بالتعليقات كيف بيتركب، فهيك الله يسامحكم. المهم بعد ما تغدينا صار بدها هيك كاسة شاي بهالجمعة الحلوة. كنا مجتمعين هون الكل، أنا وأختي ونسوان أخواتي كلهم. مثل ما شايفين هون على أساس عم نعمل لنا هيك شي حركة. وهلأ هون صبايا قمنا كلياتنا نيمنا الأولاد، وصار البيت هيك هدوء ورواق، فقمنا نجهز هيك شغلات طيبة للسهرة. شوية بسكويت على بزر على فستق وبوشار وهالشغلات. وحطينا لكم الله يعطيهم العافية طبعا مرت أخوي كتير 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 بتحب أفلام الرعب، وأنا من النوع اللي عن جد كتير كتير بخاف. ويعني إذا كنت متفرجة على شي فيلم رعب أو شي بخوف ما فيني ضل حالي، يعني مثلا بالغرفة ما فيني ضل حالي، أو بالبيت ما فيني ضل حالي أبدا. كتير كتير بوسوس وكتير بخاف. فالله وكيلكم حطوا على فيلم رعب أشباح وما أشباح ومصاصين دماء والله وكيلكم، يعني أنا آخر الشي بدي أبكي، بس خلص يعني طفوه. هن كتير كتير بيحبوا يتفرجوا على هيك شغلات. قولوا لي مين منكم بيحب يتفرج عليها. أنا ماني صحبة معاها بالمرة. وهلا هون صارت تقريبا صفرتنا جاهزة. دخل بابا شافنا انه عاملين هيك، فقال لنا انه استنوا شوي. قال لي لا تصوري استني شوي. والله نزل على المحل لتحت وجاب كمان شوية بسكوت وبوظة، وقال لي هلا خلص هلا صوري. الله هيك يا ربي يديمه فوق راسنا ولا يحرمنا منه يا رب. ولهون صبايا بيكون خلص فيديو اليوم. بتمنى يكون عجبكم يا رب، ونال هيك على إعجابكم ورضاكم. وبتمنى كمان ما تقصروا معي باللايك حتى ضل مستمرة بالمسابقة إن شاء الله. ضل نزلكم يوم يوم لا فيديو لحتى نزل الفيديو الثاني بإذن الله. بدي توصلوا لي هذا الفيديو لل100 لايك. انتوا قد إن شاء الله، وانتوا كفوا. وتابعوا المنتدى. شغلة ساعة أو ساعتين بعد نزول هذا الفيديو إن شاء الله رح أحكي معكم عن المنتدى. خليكن هيك منتبهين لليوتيوب مزبوط. خليكن قرابها صبايا. يلا بشوفكم بفيديو جديد إن شاء الله. تصبحوا على ألف خير.